وانا في اولى اعدادي كنت بسأل نفسي هي المعادن دي بتيجي منين؟ الحديد، البلاط، الرخام، الحاجات دي احنا بنجيبها منين؟ افتكر زمان وانا صغير كنت بمسك اي طوبة او اي زلطة وامسك الشاكوش واكسرها، بس كنت اتفاجئ جدا لما الاقي صخرة كبيرة متكسرة لوحدها، فكنت بقول في نفسي مين اللي قدر ان هو يكسر صخرة زي دي على مدار السنين اصلا؟ كل ده هتعرفه دلوقتي معايا. مبدئيا كده يا شباب احنا عندنا اصل في حاجة اسمها دورة الصخور. دورة الصخور ده يا شباب هي دورة مهمة جدا بتتم من خلال 3 عمليات. اول عملية فيهم اللي هي التجوية. يعني ايه التجوية؟ قال التجوية هي عملية تفتيت وتكسير الصخور الى قطع صغيرة بس كده عبر ملايين السنين. طب بتحدث نتيجة لإيه؟ نتيجة الأمطار، حتة بتمطر، فبالتالي لما بتمطر بتعمل على تكسير الصخرة. تمام؟ أكيد مش هتكسرها في نفس ذات اللحظة، ولكن هتكسرها على ملايين السنين، يعني مطرة فوق بعد كده مطر بعد كده مطر وهكذا. وإيه تاني؟ قال لي ناتج كمان عن عملية الرياح. الهواء رايح جاي، فبالتالي ينقل الرمال من مكان لآخر، فبالتالي تعمل على عملية تكسير الصخرة الكبيرة دي. تمام؟ ماشي. عامل زي مين؟ انت لو واقف في الشارع وفي حبة هواء شديد جاي عليك، فبيكون لامم معاه حبة اعفار في طريقه، فبالتالي انت بتغمض عينيك عشان الاعفار ما يجيش في عينك. هي كذلك هو بيخبط في الصخرة الكبيرة دي، فبالتالي بيكسرها لإيه؟ فتافيت صغيرة. تمام. تيجي لتاني عملية. قال العملية التانية هي عملية نقل هذه الصخور المفتتة. خلاص الصخرة اتفتتت، ايه اللي هيحدث؟ قال لك الرياح هينقلها من مكان لآخر، أو الماء لو الصخور دي متكسرة وموجودة في جداول مائية، تمام، او في جيد كده معين في ميه، فبالتالي هينقل هذه الصخور المفتتة في طريقه من مكان لآخر. تمام. بعد كده في عملية اسمها الانصهار والتبلر. احنا خلصنا التجوية صح؟ تمام. الصخور تفتتت. تمام. بعد كده تعالية انتقلت من مكان لآخر. تمام. بعد كده ايه؟ قال لي بعد كده في حاجة اسمها ترسيب. ترسيب اللي هي تشكيل الرواسب. يعني ايه؟ يعني خلاص الصخور المفتتة انتقلت من مكان لآخر، هتدور على اي مكان مغلق او مكان في قاع منطقة معينة، فبالتالي تترسب فيه. تمام. ترسب بعد ترسب فوق ترسب هيسبب لي طبقات بنسميها طبقات القشرة الأرضية. تمام. الأرض دي اللي احنا عليها ما تكونتش إلا بفعل الرواسب، طبقة فوق طبقة فوق طبقة، أصبحت إيه؟ الطبقة اللي هي في الأسفل فوق منها كذا طبقة. تمام. فبالتالي أدى ذلك لإيه؟ لتولد انضغاط. عامل زي مين؟ انا لما اجيب قطعتين صلصال حطيتهم فوق بعض، ايه اللي هيحدث؟ قال لي الاتنين هيتطبقوا على بعض، هيتعجنوا بمعنى اصح. تمام. طب ايه اللي حدث؟ قال لي تعجنوا. هل ينفع افصلهم عن بعض؟ لا. تمام. سببوا لي ايه؟ سببوا لي طبقه اولانيه وطبقه تانية. تمام. ماشي. طب الانضغاط ده ادى الى ارتفاع في درجه الحراره، اصبح عندي ضغط وعندي درجة حرارة. بعد ملايين السنين بتلاقي ضغط والحرارة ولدوا الانفجار اللي هو الانصهار. احنا عارفين طبعا الانصهار بيحول المادة من الحالة الصلبة للسائلة. كذلك الصخور ديت، تمام، انا بتكلم في صخور. الصخور ديت عملت ايه؟ عملت ان هي تم انضغاطها، وبالتالي درجة حرارتها زادت، وبالتالي ادى ذلك الى انصهار هذه الصخور. الصخور اصلها عبارة عن ايه؟ عبارة عن معادن، حديد، كوارتز، جرانيت وهكذا. تمام. بعد كده يا شباب لما ادى الى انصهار عمل ايه بقى؟ قال لي ان حاجة اسمها تحت الماجما، وفي حاجة تانية لما تطلع فوق اسمها لافا. تمام. طب الماجما دي بنسميها البركان الخزان النار اللي تحت. الصخور تم انصهارها تحت بالاسفل، فبالتالي اسمها ايه؟ ماجما. تمام. بعد كده طلعت لاعلى. تمام. طالما النار او الانصهار الصخور وهي اسفل، تمام، طلعت لي لاعلى. لما تطلع لاعلى يا شباب بتكون منصهره، فبالتالي يتم تبريدها من خلال درجه الحراره بتاعه الجو، تتجمد، تحول لصخور تانية، وبالتالي ينزل عليها الامطار، يتم تكسيرها بفعل ايه؟ بفعل الامطار وبفعل الهواء، وبالتالي تنتقل من مكان لاخر وتحدث هذه العمليه باستمرار. ديت اسمها دوره الصخور على القشره الارضيه.